السلام عليكم يا أحلى متابعين. كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحة مزيانة. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص ومهم بزاف وكيهم أي مغربي عايش في المغرب حاليا. كنشوفوا كاملين شنو واقع في الزنقة، في الأحياء وفي التواصل الاجتماعي. الهدم، الإفراغ، الجرافات خدامة، وعلامات استفهام كتيرة كتدور في ريوسنا. اليوم غادي نحطوا النقاط على الحروف وغادي نفهموا اشنو تبدل في 2026 وعلاش الدولة زيرت الصمتة دابا بالضبط. واش كاين شي حلول ولا غير خرج عليا؟ قبل ما نبداو هبط دابا فرقع ديك البوطونه ديال لايك باش الفيديو يوصل لناس اخرين، ولا كنتي جديد معنا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديما. يلا نبداو. في 2026 اللي واقع دابا في المغرب وبطريقة واضحة وبلا تعقيد هو أن الدولة شدات واحد النهج جديد وحازم في تنظيم المدن، ولات كدير الإفراغ والهدم بشكل واسع وسريع. وهذا الشيء كيشمل دور ساكنين فيها الناس ومحلات تجارية وأسواق عشوائية وحتى بنايات اللي باينين عاديين ولكن في الحقيقة مبنيين بلا رخصة ولا مخالفين للتصميم القانوني ديال المدينة. يعني ببساطة كاينين بنايات تبنات بلا إذن من الجماعة، ولا توسعات تزادت فوق السطوح، ولا دور قديمة ولات مهددة تطيح. والدولة دابا كتقول راه ما بقاتش تقبل بهذا الوضع، حيت كيشكل خطر على الناس وكيشوه المدينة وكيعقد التنمية. ولات كتخرج قرارات الإفراغ وكتدخل الجرافات حتى ولو كان الساكن ما عندوش بديل واضح. وهذا الشيء خلى بزاف ديال المغاربة كيتفاجئوا بأن دار عاشوا فيها سنين ولا سوق كانوا كيترزقوا منه ولا فجأة غير قانوني وخصو يتحيد. وهذا التحول كامل داخل في واحد السياسة جديدة عنوانها تنظيم المجال، محاربة البناء العشوائي، تحرير الملك العمومي، والاستعداد لمدن منظمة قبل 2030. ولكن في الواقع اليومي المواطن البسيط كيشوف غير النتيجة: هدم، إفراغ، قلق وخوف من المستقبل. وكيطرح السؤال الكبير: واش هذا التنظيم غادي يكون منظم وعادل ولا غير صارم وقاصح؟ علاش تزادت وتيرة الهدم والإفراغ بالضبط في 2026؟ ببساطة وبالدارجة راه الدولة في هذا العام دخلت مرحلة جديدة كتقول فيها ما بقى ما يتفهم. حيث كاين أولا مشكل السلامة، وهذه الكلمة خاصها تكون واضحة. كاين دور قديمة ومهترئة كتقدر تطيح في أي لحظة، وشي مرات غير شتوى قوية ولا ريح كافية باش توقع كارثة. والدولة ما بغاتش تبقى غير كتفرج حتى يطيح شي دار ويموتوا فيها الناس ومن بعد نسمعوا علاش ما تدخلوش بكري. ثانيا كاين عامل كبير بزاف وهو كأس العالم 2030، ودابا من 2026 بدات الخدمة بصح، حيث المغرب خاصو يبان قدام العالم بمدن منظمة، طرق واسعة، فضاءات نظيفة، ما فيهاش أسواق عشوائية ولا بنايات مشوهة للمنظر العام. وهنا كيوقع الضغط الكبير وكتولي السرعة. ثالث حاجة وهي الأهم هي القوانين الجديدة. دابا ما بقاتش غير ورقة في الجريدة الرسمية، ولات كتطبق فعليا. بمعنى إلا بنيتي بلا رخصة ولا وسعتي دارك بطريقة غير قانونية ولا شديتي الملك العمومي، راه ما كاينش تساهل كيف قبل. الإدارة دابا خدامة بالتصوير، بالخرائط وبالمراقبة الرقمية. يعني حتى إلا دازت عليك سنين دابا قد يجيك القرار فجأة. وزيد على هذا الشيء كامل كاين عامل آخر خطير وهو الفلوس والضريبة، حيث ولات الدولة كتربط أي بيع ولا تفويت عقار بسلامة الوضعية القانونية ديالو. يعني دار مخالفة يساوي دار ما كتباعش وما كترهنش وما كتجيبش قيمة. وهذا الشيء خلى بزاف ديال الناس يدخلوا في الهدم الذاتي ولا يطيح عليهم القرار بالقوة. وباختصار 2026 هو العام اللي تلاقاو فيه الخوف على الأرواح، الضغط الدولي والتشدد القانوني، وكلهم ضربوا في نفس الوقت. والنتيجة هي هاد الوتيرة السريعة ديال الهدم والإفراغ اللي كنشوفوها اليوم وكنحسوا بها في الزنقة، في الحومة، وحتى في حياتنا اليومية. حيت بزاف د الناس كيسولوا فين جات هاد الشدة في القوانين دابا. خاصك تعرف باللي في 2026 الدولة ولات خدامة بعقلية ما بقاش التساهل. بمعنى إلا بنيتي بلا رخصة راه كتكون بنيتي خارج القانون، حتى إلا كانت دارك زوينة وما فيها حتى خطر. وإلا ساكن في بناية تصنفات آئلة للسقوط، يعني مهددة تطيح ولو بعد حين، فالسلطات دابا ما كتشوفش شكون ساكن ولا شحال فقير، ولكن كتشوف غير الخطر. وكتجيك ورقة الإفراغ اللي كتقول لك خرج دابا باش نحمي روحك. وإلا قلتي لا ولا تساهلي كتدخل في دوامة الغرامات اللي تقدر توصل لعشرات الآلاف وحتى المتابعة. وزيد عليها أن الهدم الإداري ولا مباشر بلا ما يبقى داك البطء اللي كان.
وراه حتى اللي عنده عقد ولا تحفيب ولكن دار شي توسيعة ولا طابق بلا رخصة راه مخالف وداخل في المشكل. دابا كاين فرق بين التسوية والهدم، حيث إلا كانت المخالفة بسيطة وما كتضرش السلامة ولا الملك العمومي ممكن الدولة تعطيك فرصة تصلح وضعيتك وتخلص غرامة، ولكن إلا بنيتي فوق واد ولا ملك عمومي ولا أرض فلاحية ولا في مكان خطير فراه الهدم فوري وما كاين لا نقاش لا تسوية. والدولة كتقولها بصراحة، القانون دابا ولا يطبق على الجميع، الصغير قبل الكبير، والهدف هو تنظيم المدن ولو كان الثمن قاسي على الناس البسطاء. وهذا الشيء كامل داخل في واحد موجة كبيرة ديال الهدم والإفراغ اللي عايشها المغرب في 2026. شوف معايا دابا وركز مزيان. أكثر ناس كيتضروا من الهدم والإفراغ في المغرب في 2026 ماشي هما الناس اللي عندهم بدائل ولا فلوس، ولكن هما الأسر البسيطة اللي ساكنة في دور قديمة ولا عشوائية، واللي كتعتمد على الكرا رخيص ولا على محل صغير كتشد منه طرف الخبز. حيت ملي كتمشي للجرافة وكيوقع الإفراغ القسري، يعني ببساطة خاصك تخرج دابا بلا ما يكون عندك فين تمشي، وكتلقى راسك قدام كرا غالي ما قادش عليه، ولا قدام تعويض ضعيف ما كيشريش حتى نصف سكن لائق. وزيد عليها التجار الصغار اللي كيتفاجئوا بسد السوق ولا هدم المحل وكيضيع مصدر رزقهم في نهار واحد. وهذا الشيء كامل كيدخل الناس في دوامة ديال القلق والخوف وعدم الاستقرار، حيث الإفراغ ما كيعنيش غير خروج من دار، كيعني تشرد، تشتت العائلة، ضغط نفسي ومصاريف ما كانتش في الحسبان، خصوصا إلا ما كانش تواصل واضح ولا شرح بسيط من السلطات. وهذه الفئة هي اللي كتخلص ثمن تنظيم المدن بأكبر خسارة اجتماعية واقتصادية. وهذا الواقع راه موثق ومذكور في التقارير الرسمية اللي كتهضر على تأثير الهدم على الفئات الهشة وسوق الكرا والعمل غير المهيكل. دابا خليك معايا وفهم مزيان، راه الهدم ماشي هو الحل الوحيد كيف ما كيتصور بزاف الناس، حيت الدولة في 2026 ولات كتقول باللي كاين بدائل بحال التسوية القانونية، اللي معناها ببساطة انك تصلح الخطأ ديال البناء بلا ما يطيحوا الدار، ولكن بشروط، بحال تكون الدار ما فيهاش خطر، ما مبنياش فوق واد ولا ملك عمومي، وما كتضرش الجيران، وكتخلص غرامة وكتسوي الرخصة ديالك. وكاين حتى الدعم المباشر للسكن اللي هو فلوس كتعطيها الدولة للناس اللي تهدم سكنهم باش يعاودوا يشريو أو يكريو دار. وكاين إعادة الإيواء اللي كتكون في شي مشاريع سكنية. ولكن المشكل الكبير اللي خاصك تعرفه هو أن هاد البدائل ماشي سهلة، المساطيل معقدة، الوثائق كثيرة والوقت قصير، وشي ناس ما عندهمش الوعي ولا الإمكانيات باش يدخلوا في هاد المسار. وهاد الشيء كيخلي بزاف ديال الناس يحسوا بالظلم وكيقولوا علاش الهدم أسرع من الحل. دابا السؤال اللي خاصك تطرحه على راسك هو: واش هاد اللي واقع غادي يخلينا نعيشوا في مدن منظمة ونقية وآمنة، ولا غادي يخلق مشاكل اجتماعية خطيرة؟ حيت التنظيم ضروري وماشي شي واحد ضده، ولكن إلا كان التنظيم بلا تعويض عادل، بلا حلول واقعية، وبلا تواصل واضح مع المواطن، راه النتيجة ما كتكونش مدينة جميلة، ولكن ناس مقهورة، تجار مفلسين، أسر مشردة، ضغط كبير على الكرا واحتقان اجتماعي. وهذا الشيء يقدر يجر معاه الغضب، الاحتجاج، وعدم الثقة في القانون. يعني باختصار المغرب محتاج تنظيم عمراني نعم، ولكن محتاج أكثر عدالة اجتماعية، توازن، وحلول تتحمي الإنسان قبل البناية، حيث المدينة ماشي غير إسمنت وزناقي، المدينة هي الناس اللي ساكنين فيها. الهدم والإفراغ في 2026 ماشي صدفة، راه تيار سياسي وقانوني واضح، ولكن التحدي الحقيقي هو كيفاش ننظموا المدن بلا ما ندمروا حياة الناس. إلا وصلتي لهنا دير لايك وكتب لي في التعليقات واش مع الهدم ولا مع التسوية، ولماذا. نشوفكم في فيديو جديد.